السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. صدر أول أمس تمام الساعة 11 قبل الظهر قرار حكم الوزير السابق عبد المالك سلال ورئيس الحكومة أحمد يحيى، وكان القرار كالآتي: استرداد كل الممتلكات المسروقة مع الحكم 5 سنوات سجنا نافذا، أو عفوا غير نافذ. وهذه القرارات هي قرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف. وستشهد اليوم محاكمة الباقي من العصابة خلال هذا الأسبوع. وقرار ال5 سنوات سجنا هو غير قابل للاستئناف ولا للمناقشة ولا للعودة ولا رجعة فيه، لأنه هذه هي الجلسة النهائية. وقد أفصح أحمد يحيى وعبد المالك سلال بأنهما بريئان، وقد كانا نتيجة احتيال ولم يتربيا على هذا الشيء. لذا إن أردت أن يصلك كل جديد، ما عليك سوى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.